مرحبا بكم متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة التي هي الرابعة سنبدأ باسم العدد شما دمنيانا numerical noun. اسم العدد هي كلمة تدل على الكمية العددية للاسم، وهناك نوعان من الأعداد: العدد الأصلي منيانا عيادايا، والعدد الترتيبي منيانا صدرايا. العدد الأصلي منيانا عيادايا يستخدم لتبيان أعداد الأشخاص والأشياء، مثل ولد واحد، 3 رجال، 9 نساء إلى آخره. في الأعداد من 1 إلى 10 صيغة المؤنث تختلف عن صيغة المذكر، أي نقول خابيت خا للمذكر، غدا للمؤنث غدا كتيت دجاجة واحدة، تري باتي تري باتي، والترتي كتيات دجاجتان، طلاتة باتي طلات كتيات، 4 باتي 4 كتيات، 5 باتي 5 كتيات، اشتا باتي اشت كتيات، شوا باتي اشوا كتيات، 8 باتي 8 كتيات، اطجا باتي اطجا كتيات، اصرا باتي اصر كتيات. وهناك طبعا عدد كبير من عندنا لا نفرق، لا نعمل هذه التفرقة بين المذكر والمؤنث، نستعمل فقط صيغة المذكر حتى للأسماء المؤنثة. أما للأعداد من 11 فما فوق فتستخدم صيغة واحدة لكلا الجنسين كما يلي: خدسر، ترسر، 13 14، طلمة، ترمة، 4 5 اشتامة، شوامة، جامة، ألبة، تريالبة، إسرا ألبة، إما ألبة، 5 مليون، إسرا مليون، إما مليون، 5 مليار، إما مليار، 1000 مليار، وإلى آخره. العدد الترتيبي منيانا صدرايا. العدد الترتيبي يستعمل للدلالة على مرتبة أو ترتيب الاسم، وله صيغتان باللغة الآشورية المعاصرة. الصيغة الأولى مثل قد معي تصنع من اسم العدد الأصلي بالشكل التالي: تليتايا من 3، ثالث من 3، ربيعايا من 4، رابع من 4. أما العددان 1 و2 فيشذان عن القاعدة كما في كثير من اللغات، إذ أن 1 يكون قد مايا، و2 يكون تريانا. واعلم أن أسماء الأعداد هذه تتبع لقواعد التذكير والتأنيث والإفراد والجمع مثل الصفات، فمثلا نقول قد مايا للمذكر، قد ميت للمؤنث الواحد، قد ماي للجمع لكليهما جمع كليهما، قد ماي الأول الأولى الأوائل، تريانا تريانيتا تريان أي الثاني الثانية الثواني، تليتايا تليتيتا تليتاي أي الثالث الثالثة الثوالث، وهلم جرا. واعلم أيضا أننا نستعمل هذه الصيغة للأعداد من 1 حتى 10 بالإضافة إلى الصيغة الثانية أدناه. الصيغة هاي نستعملها من 1 ل10، ونستعمل أيضا الصيغة الثانية اللي راح سنراها هنا. أما الأعداد من 11 فما فوق فتستعمل الصيغة الثانية فقط. الصيغة الثانية ما هي؟ عبارة عن إدخال حرف دلت ساكن على اسم العدد الأصلي،
أما إذا كان الحرف الأول للاسم ساكنا نعطي حركة زلامة قصير للدلت، طبعا هذه لضرورة النطق. مثلا تخا بدل قدمايا نقدر نقول تخا، والعدد الأصلي خا نضع دال ساكنة قبله. أما إذا كانت تري فالتاو ساكنة، في هذه الحالة نعطي لدلت زلامة قصير، زلامة قصير. فتكون دتره، دطلاتة، دأمة، دألبة، دأمة وإسري وخمشة وهلم جرا. وباللوح الآتي أمثلة لاسم العدد الأصلي واسمه الترتيبي بكلتا صيغتيه بصيغتين. مثلا خا واحد، قدمايا قدمايا، تخا، هاي الصيغة الأولى قدمايا، الصيغة الثانية تخا. اثنين تري، تريانا، دتري. طلاتايا، طلاتا، طلاتايا، دطلاتا، وهلم جرا إلى الكل حتى الملايين. كما قلنا من 11 فما فوق لا توجد الصيغة الأولى لا توجد، الصيغة الثانية نستعمل دائما. من 11 نقول خدسر، دخدسم، ندخل هذه الدلت في البداية. ترأسر، دترأسر، لأنه تاو ساكنة فنعطيه زلامة قصير للدلت، دترأسر. طل تعسر، طل تعسر، أربعسر، أربعسر، خمشاسر، خمشاسر، وهلم جرا. تألبة، ألبة، تألبة. مليونة، مليون، مليونة، دمليونة، دمليون. مليارة، دمليارة، وإلى آخره. تمرين على استعمال الأعداد الترتيبية. هنا كتبت بعض الجمل والتي لها معنى، كيفية استعمال هاتان الصيغتان للعدد الترتيبي. مثلا نقول نيسان يرخى قد ما يلي بشيتا أطوريتا، أو نقول نيسان يرخى تخايلة بشيتا أطوريتا. إينا روي آيلة أو تأربيلة بشيتا روميتا. ويعني أنه نيسان والشهر الأول في السنة الآشورية، لكنه الشهر الرابع هو الرابع في السنة الرومانية. كانون قمايا أو قدمايا يرخى تشي آيلة أو تأطشيلة بشيتا أطوريتا. إينا دترسريلة بشيتا روميتا. كانون الأول هو شهر التاسع في السنة الآشورية، لكنه 12 في السنة الرومانية. آب يرخى خميشايلة يعني خمشايلة بشيتا عطوريتا. إنا تمينايلة يعني دتمانيلة أو دتمانيلة بشيتا روميتا. إشوات يرخى خدسريلة بشيتا عطوريتا، فقط الصيغة الثانية لأنه من 11 فما فوق فقط صيغة واحدة وهي الثانية. إشواد يرخت خدسريلة بشيتا أطوريتا. إينا تريانيلة دتريلة بشيتا روميتا. آدار يرخد تريسريلة بشيتا أطوريتا. إينا تليتايلة يعني طلاتيلة بشيتا روميتا. غزيران يرخى تليتايلة يعني طلاتيلة بشيتا أطوريتا. إينا شتيتايلة يعني تشتيلة بشيتا روميتا. حزيران الشهر الثالث في السنة الأشورية، لكنه السادس في السنة الرومانية، وإلى آخره. هذه بعض الأمثلة، نستطيع أن نطبق بقية الأشهر على هذا المنوال. الآن ننتقل إلى عدد آخر، نوع آخر من العدد، وهو العدد الوصفي. العدد الوصفي من يانا شومهايا. العدد الوصفي
يبين الشكل العددي للشيء. قلنا أنه العدد الترتيبي يبين مرتبة الاسم، هنا يبين الشكل الاسم، شكل العددي للاسم لأي شيء، شخص كان أم شيء. كأن نقول ثلاثي، رباعي، خماسي. ثلاثي أي أنه شكله ثلاثي، ثلاثي الأضلاع، ثلاثي الزوايا، ثلاثي الأوجه. وفي اللغة الآشورية المعاصرة له صيغتان أيضا، لهذا نقدر أن نعمله بصيغتين. الأولى تكون عن طريق إضافة حرف يود مسقوفة، أي حاملة حركة سقافة مع الألف الختامية أي يا لنهاية العدد الأصلي، مثل نقول طلاتايا من طلاتة، أربعايا من أربعة، خمشايا من خمسة، أي ثلاثي من ثلاثة، رباعي من أربعة، خماسي من خمسة. أما الصيغة الثانية فتكون عن طريق إضافة حرف نون ويود مسقوفتين مع الألف الختامية، أي هذا المقطع النايا على العدد الأصلي، مثل طلاتانايا من طلاتة، أربعانايا من أربعة. وفي الصيغتين يكون المعنى واحدا، بالصيغتين المعنى نفس المعنى، فقط أن هناك عندنا صيغتان، واحدة أقصر واحدة أطول. واعلم أن الصيغة الأولى هي الأكثر استعمال، الصيغة الأولى نستعملها أكثر، الصيغة الأولى يعني طلاتايا، أربعايا، خمسايا. أما العددان واحد واثنان يشذان، إذ ليس لهما الصيغة الأولى، حتى ما عندهم الصيغة الأولى بل الثانية فقط، فاستعمله لهم الصيغة الثانية فقط، مثل ما نرى كما نرى في هذه اللوحة وهذا الجدول. هنا العدد الأصلي بالآشوري وبالعربي، وهنا العدد النسبي أو الوصفي، وصفي يسمى أيضا نسبي للعدد، هي الصيغة الأولى والصيغة الثانية ومعناها بالعربي. خا واحد، الصيغة الأولى ما في، غدانايا يعني أحادي، تري اثنان، الصيغة الأولى ما في، تريانايا أي ثنائي، طلاتا ثلاثة، طلاتايا طلاتانايا ثلاثي، أربعة أربايا أربانايا رباعي، خمسة خمشايا خمشانايا خماسي، إشتا إشتايا إشتانايا سداسي، وإلى آخره. نأتي إلى الموضوع الآخر للاسم، وهو التوكيد، توكيد الاسم، شورارة confirmation. التوكيد هو عملية التركيز على كلمة ما بهدف إعطائها أهمية إضافية، يعني نركز عليها، نعطيها عملية كالية، نأكد عليها. ويتم ذلك في اللغة الآشورية بالطرق التالية. الطريقة الأولى، أولا عن طريق تكرار الكلمة سواء كانت اسما أو ضميرا أو فعلا أو أداة، أي كتابتها لمرتين متتاليتين. مثال ذلك: إلهي يا إلهي قاموقم شوقتلي، إلهي إلهي لماذا تركتني، آدم آدم آتي وتخوري مخبة، آدم آدم أنت صديقي المحبوب، تا تا بين خازنخ تعال تعال أريد أن أراك، لا لا لنا شنخ، لا لا لن أنساك، هي هيب آت بابي، نعم نعم يأتي سيأتي أبي، طروسة طروسة آشر راب خيلاني، الحق الحق أو حقيقة حقيقة آشور قوي جدا. أما الصيغة الثانية باستعمال الضمير، أما الطريقة الثانية يعني لعمل التأكيد فتكون باستعمال الضمير الشخصي المنفصل مع الاسم الصريح. طبعا وهذا غير نعم جائز أيضا في اللغة العربية. مثلا نقول سرقون هاوم خيلة لا هيالة، سرقون هو ضرب هذا الولد. أوهاتا آني بنيل دينايوتا جوبت نهرا، آباؤنا هم بنوا الحضارة في بلاد النهرين، بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين. آشور آتي ود مخبي، آشور أنت هو
عاشور أنت هو حبيبي. بنوني أختني تنسنداني، أولادي أنتم هم سندي. ثالثا، الطريقة الثالثة بإضافة الضمير المتصل للشخص الثالث، ضمير المتصل للشخص الثالث إلى الكلمة، سواء كانت اسما أو فعلا، مع ذكر الاسم الذي يرمز إليه، وذلك لغرض التأكيد عليه، علما أن هذا غير جائز في اللغة العربية. مثلا باللغة العربية ما ممكن نقول أبوه سرغون ألف هذا الكتاب، نقول أبو سرغون ألف هذا الكتاب. لكن في اللغة الآشورية نستطيع أن نقول كليهما، نستطيع أن نقول بابة سرغون، بابة سرغون كتولة كتاوة، أو بابه سرغون أبوه سرغون بابه، وهاي للتأكيد. وهالشي هذا طبعا نستعملها في الإضافة، مضاف إليه سنأتي عندما نرى موضوع الإضافة، إضافة الأسماء. بابة سرغون، هاي الهاء هي ضمير متصل تقديره هو. بابة سرغون كتولة كتاوة. بنونات آتر إيوخ أخنا، أولاد آشور نحن، أولادها، لأنه آتور باللغة الآشورية كلمة مؤنثة، فلذلك أخذت الضمير المؤنث، والضمير المؤنث قبله دائما حرف يأخذ سقابة، ممكن أن تراجعوا هذا في الضمائر. بنونا آتر، أو سنرى سنراه في فصل الضمائر هذا الشيء. بنونة آتر إيوخ أخنا، بدلا من بنونة آتر إيوخ أخنا، أي أبناء، كما قلت أبناء آشور هم نحن. يا مريا هير ريجخ، يا رب ساعده عبدك، ساعد عبدك يعني. يا رب هير ريجخ. مريا بشاوق لي كل اختياطا، الرب سيغفر أو يتركها يغفرها جميع خطايانا. وهنا ترجمة العربية. رابعا، الطريقة الرابعة للتأكيد تكون بإضافة كلمة بجانه، يعني أو بنفسه أو بذاته، بجانه بنفسها أو بذاتها، بجاني بنفسهم بذاتهم، مع بعد الاسم مباشرة لنؤكد على الاسم. مثلا ملك بجانة الملك بنفسه أتى هنا، يعني ملك نفسه، الملك نفسه. تلميذ بجاني بلطلون مدرسته، التلاميذ نفسهم بنفسهم خرجوا من الدرس. سرغن بجانو لبقيلة آخر، سرغون بنفسه لم يرد أن يأكل. آت بجانوخ لابيلوخت آتت أمان السينما، أنت بنفسك بذاتك لم ترد أن تأتي معنا إلى السينما. هاي بجانو بيلات بيشجو بيتا، هي بنفسها أرادت أن تبقى في البيت. وهنا أيضا تجد الترجمة لهذه الجمل.